بداية طبعا انا سعيدة ان الرئيس لم يترك عام 2014 ينتهي بدون يلتقي بممثلي الرأي العام من خلال رؤساء التحرير الصحف القومية الثلاثة الكبرى الصباحية. والحقيقة ان فكرة انه يلتقي بهم الثلاثة فكرة برضو مع بعضهم فكرة جيدة. انه طبعا واضح انه طرحت رؤى مختلفة، يعني اسئلة مختلفة اتنشرت في الثلاث جرايد، ففي تعميم. وكمان هي بمثابة كشف حساب عن ال6 شهور اللي مضوا منذ ان تم انتخاب رئيس السيسي رئيسا لمصر في يونيو الماضي. فانا شايفة ان الحوار انا الحقيقة شايفاه طبعا هو هيتنشر على يومين، فاحنا قرينا النهاردة الجزء الاول من الحوار، ركز على معظم الرؤى والتصورات وما تم على ارض الواقع في مصر خلال ال6 شهور اللي فاتوا. ويمكن انا لفت نظري بعض الامور، يعني اولا تركيزه على معجزة الانسان. لما قال انه في زيارته لإسطين كان بيبحث ايه اللي نجح تجربة إسطين، وكانت تجربة كان عندهم محنة حولوها الى منحة. يعني يقصد ان عدد كبير من البشر اكثر قرب 1500 مليون صيني، فهؤلاء كلهم تحولوا الى معجزة حققت الانجاز الضخم. وده انا بعتقد ان دي رسالة بيبعتها الرئيس السيسي الى كل مصري ومصرية، بيقول لنا جميعا احنا كمان ممكن نحول المحنة اللي بنمر بيها الان، الظروف الصعبة والتحديات الخطيرة، الى منحة. وان 90 مليون مش عبء، يعني العدد الكبير ده مش عبء، بالعكس ده ممكن يبقى 90 مليون يعني ولا حاجة جنب 1300 مليون صيني، مليار ونص مليار، يعني مليار ونص. لكن طبعا الفكرة انه الصينيين بيشتغلوا ومنظمين وواخدين المسألة بجد، وعندهم رؤية بينفذوها من ايام ماو تسي تونج. مش كل رئيس يجي يقلب الرؤية ويغير، ده مش كل وزير، مش كل رئيس بس، كل وزير، كل رئيس مصلحة، وكل محافظ، يعني بالظبط كل مسؤول يعني بيجي بيغير كل حاجة. احنا عندنا الدنيا ما بتكتملش، يعني كل واحد يحط رؤية، ما يجي اللي بعده يتهمه بالفساد وانه كانش بيفكر صح ويهد اللي بناه ويبتدي من جديد. احنا دايما بادئين من الصفر ودي مشكلتنا. فانا دي نقطة مهمة جدا لفتت نظري في كلام الرئيس. النقطة الثانية الوعي الجمعي اللي أشار ليها الرئيس برضو، وهو كان دايما الوعي الجمعي جزء منه الإعلام طبعا. فهو دايما مهتم بالإعلام وبيركز عليه. أعتقد أن في الجزء الثاني هيبقى فيه كلام أكتر على دور الإعلام. لكن هو قال كده نقطة صغيرة رماها كده، لكن أرجو أن احنا نفكر فيها كإعلام. حتة أنه قال لك أنا كان نفسي بدل ما يعملوا مسابقات لأحسن راقصة وأحسن مطرب انهم يعملوا احسن باحث واحسن مبتكر واحسن مبدع. فالحقيقه دي رساله، ويعني اعتقد ان احنا يعني الاعلاميين لابد انهم يفكروا بلدهم محتاجه ايه دلوقتي. لقاء رؤساء تحرير الصحف القومية هل بيحمل رسالة؟ لأن في الفترة الأخيرة استشعر البعض أن في يعني عدم اهتمام بالوسائل الإعلام القومية المملوكة للدولة. انا بشكر الرئيس طبعا على انه ادى هذا الدعم، لانه فعلا المؤسسات الصحفيه القوميه وكذلك الاعلام مملوك الدوله بشكل عام محتاج الى دعم. وانا عايز اقول احنا مش هنسيب اعلام بلدنا للاعلام الخاص فقط، مع احترامي ليكم طبعا انا معاكم، يعني انا مع الاعلام المتنوع الملكيه، المتنوع السياسات، المتنوع الرؤى. لكن لابد من التوازن بيحصل من خلال ان ما يبقاش في نمط واحد للملكيه. لما تبقى المنافسه، لما في قوه في المنافسه بتضمن قوه لكل الاعلام، دوت في النهايه لصالح المواطن. ان احنا بيبقى بنقدر نوصل الى الحقائق. كل نمط ملكيه له ايجابياته وله سلبياته، لكن في الاخر احنا بنستفيد من وجود النمطين. فمساندة، لانه كان في اشاعات طلعت وكلام طلع على موقف المؤسسات الصحفيه القوميه واتحاد الاذاعه والتلفزيون اللي هي مملوكين للدوله، وان عندهم مشاكل اقتصاديه طاحنه طبعا. فاحنا بنخشى، وانا واحده من الناس بطالب بضرورة دعمهم ومساندتهم وبقائهم ومساعدتهم على انهم يتجاوزوا الظروف الصعبة اللي هم بيمروا بيها. لانهم دول
سند مهم جدا لخطة التنمية والبناء في الوطن ومحاربة الإرهاب. فأنا يعني بشكر الرئيس على إنه ادى هذا الدعم، واعتقد يمكن الرئيس يفكر بعد كده يعمل برضو لقاء آخر مع رؤساء التحرير الصحف الخاصة يعني. لأن هو رئيس لكل المصريين، وكل الصحف دي هي بتعبر عن، وكذلك طبعا القنوات الخاصة والقنوات العامة، لأن في الآخر دول كلهم بيعبروا عن مصر بكل تياراتها وتنوعاتها وأفكارها المختلفة. شكرا جزيلا دكتورة ليلى عبد المجيد، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة.